ما تقوليش دماغي عامر والكونت ديالي في البنكه خاوي، وفي حاله ما كان الكونت ديالك خاوي فاعرف ان راسك عامر بالخوال الخاوي. لانه من بين علامات عموريه الدماغ ان كلشي تيعمر، الصحه تتعمر بالماكله الصحيه، كونت كيعمر بالفلوس، المذكره ديالك كتعمر بالدروس والعبر اللي تعلمتيها كل نهار، القلب ديالك تيعمر بالحب والانسانيه، الروح ديالك كتعمر بمشاعر الامتنان لاي حاجه ساهمات في بناء وتطوير الشخصيات ديالك، العضلات كيعمروا بالبروتين. هذا الشيء كله كان نتيجه للمايند سيت اللي خدمتي عليها وطورتيها بالقرايه في الكتب ديال الناس اللي فاتوك وفي التجارب والاخطاء ديالك. اللي بغيت نوصل لك من هذه الهضره كامله هو انه اذا كان دماغك عامر فراه ضروري خاص الكونت ديالك حتى هو يعمر كبرهان على مصداقيه العموريه ديال الراس. غير هو نصيحه اللي يعمر الكونت حاول تخويه في الاستثمار، شي سلعه كتفهمها حاول تخوي الكونت ديالك قبل ما يتخوى وقلبك يتكوى، وتجبد بالطامك تلقى عامر بالهواء في وسط المجتمع. شحال عندك شحال تسوى. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو اذا كان الكونت ديالك عامر فهذا يعني ان دماغك عامر، وماشي بالضروره يكون عامر لانه محتمل يعمروا لك باباك او عمتك في سويسرا، ممكن تكون ورثتي، ممكن تكون نصبتي على عباد الله. الخلاصه ديال الموضوع دماغي عامر اذا حسابي في البنك عامر، والعكس ليس بصحيح. هذا الشيء قلت لك مابقاش تكذب على راسك وتقول واخا ما عنديش العاقه راسي عامر. السؤال اللي كيطرح راسو هنا هو باش نفعاتك هاد العموريه اذا ما غناتكش على الناس وعلى الكريدي وعلى الدل وعلى بابا صيفط ليا وخاصني اهم حاجه خاصك تبدا تطور بها الشخصيه ديالك هي تفكر ديال الفلوس، ماشي من اجل الفلوس لكن من اجل انك ما تحنيش راسك لشي قرد اللي يعطيك 2 ريال ويعايرك بها. واحد من بين الاهداف الرئيسي ديالك خاصو يكون تحقيق الاستقلال المادي. هنقصد به ما تحتاج حتى شي واحد ولا حتى الدوله انها تصيفط لك داك الصالير البخس في الاخر ديال الشهر. ومستقبلا خوتي خواتاتي غادي نبارطاجي معكم مبادئ الثراء وعقليه المليونير وقوانين المال اللي هذه تقريبا 8 سنين وانا خدام تنشارجي دماغي وفي نفس الوقت كنخرج للتيران كنطبق. واخا كنت كنطيح ونوض الا اني مع كل طيحه كبيره كنتعلم دروس كبيره وكنعمر الوراق ديالي بالاخطاء اللي طحت فيها باش ما نعاودش وباش نبارطاجيها مع خوتي. سنه 2013 هذه 10 سنين تقريبا بدات رحله التغيير ديالي ملي لقيت راسي تنعرف نخرج التمارين ديال الماط والفيزيك والشيمي وراسي ما كنعرفش نخرجهم من الميزيريا. تناقض غريب. فهمت ان السيستم مديور باش يلهيك ويشغلك باي حاجه الا الفلوس. وهذا الشيء علاش بطبيعه الحال قراونا التاريخ والجغرافيا ولكن ما عمرهم قراونا كي دير تجبد الفلوس، كي دير تستثمر الفلوس، كي دير تدبر الفلوس. ما عمرهم قراونا شي حاجه سميتها التربيه الماليه، كي دير تجيري المصروف ديالك، كي دير تاسس الشركه ديالك، كي دير تخلص الضريبه، كي دير توفر وتستثمر فلوسك. لانهم باختصار بغاونا نكونوا عبيد عند مول الشكاره. هما بغاوش شكارتنا حتى هي تعمر باش من نفسهمش وديما نبقاو خدامين عندهم. فيق شفيق. وملي تحس بالخنقه والضيق هز راسك للسماء وشوف فيها وعرف ان الضيق كاين في العقليه ديالك، في الرؤيه ديالك المحدوده اللي كلاتها الدوده حتى وليتي كتشوف البيبان قدامك مسدوده. وعرف ان الزهر تيتصنع بالخدمه وما تيطيحش من السماء. وهذا ما كان. ثانكس فور واتشين. كان معكم محمد بابور مؤلف كتاب غير حياتك في 70 يوما. ثانكس فور واتشين and see you in the next video. Peace.